بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ميرسي على التسقيفة اللطيفة دي، حسيتوني إن أنا جاية أعمل نمرة كده أغني بتاع يعني حاجة لطيفة يعني. ميرسي يا حبيبتي، أنا فرحانة بيكوا أكتر. anyway أنا الحقيقة عايزة أتكلم على الموضوع بتاع النهاردة شوية قبل ما نبتدي نشوف البرزنتيشن. أنا البرزنتيشنز بتاعتي مش تقليدية يعني عموما، يعني اللي حضر لي قبل كده عارف، اللي ما حضرليش طبعا سعيدة بيكوا جدا، وإن شاء الله كل مرة نبقى كده أكتر ونستفيد أكتر مع بعض. إحنا عندنا شوية حاجات كده المجتمع هو اللي حكم علينا بيها وأقنعنا بيها، وإحنا مش عارفين لحد دلوقتي ليه. يعني يمكن إحنا بننفذها عمياني، علشان ماما قالت كده، وعشان خالتي ماشية كده، وعلشان بنت خالتي عملت كده، وعلشان جارتنا بتقول كده، وعلشان في التلفزيون مش عارف ايه، وعشان مسلسل كمان بيعمل ايه. والحقيقة الكلام ده ما أنزل الله به من سلطان، ما ينفعش، لا يصلح ان احنا يعني نمشي عليه. التجديد ده شيء مرعب، مرعب بالنسبة للجنس البشري بشكل عام، لكن لولا التجديد ما كانش أي حاجة حصلت. يعني التغيرات اللي حصلت في البشرية سببها إن حد تمرد على الوتيرة الواحدة، حد تمرد على اللي بيسموها إيه، الرتابة، تمام، النمطية. فيا ريت يا دلوقتي الشباب والبنات كلكم عندكم الادوات اللي تخليكم تعملوا كده، تغيروا الدنيا، تغيروا الواقع. الكلام ده ما كانش متاح زمان، كل زمن بيبقى اسهل من اللي قبله ان الناس تعمل كده. انا مش عارفه انتوا تعرفوا ولا لا، بس حد يعرف نجيب محفوظ متسمي على اسم مين؟ معلومه عامه كده، محدش يعرف. ها، نجيب محفوظ ده اسم مركب على فكره، هو اسمه لوحده نجيب محفوظ الاديب العظيم، تمام، متسمي على اسم دكتور امراض نسا اسمه نجيب محفوظ. انا خريجه القصر العيني وليا كل الشرف في القصر العيني لحد دلوقتي في قاعه محاضرات اسمها قاعه الاستاذ دكتور نجيب محفوظ في قسم امراض النسا. نجيب محفوظ ده من اوائل الناس اللي عملوا دراسات بره مصر في اوروبا وكده، ورجعوا عشان يمارسوا طب النسا في مصر بتقدمه. نجيب محفوظ الاديب بقى، والدته كانت والدتها فيه متعثره جدا جدا جدا، خلاص. ف طبعا كان عيب قوي 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 ان هم يجيبوا دكتور او اي راجل الست تنكشف عليه وتقدر مثلا وراجل يولدها، يا خبر اسود. وطبعا ما كانش في حاجه اسمها دكتوره ست، لازم الدايه اسقط في يدها، الست هتموت والطفل اللي في بطنها اللي ما حدش عارف هو ولد ولا بنت ولا شايب هيموت. فيعملوا ايه؟ ابوه تحدى الناس كلها، وكانوا طبعا كان مسمع قوي سمعه الدكتور نجيب محفوظ اللي جاي من انجلترا ده او من فرنسا مش فاكره، وراح ندهله عشان يولدها، فولدها وانقذها وانقذ الطفل، سموه على اسمه، تمام. ابو نجيب محفوظ ده راجل يشار اليه ان هو تحدى الكلام ده في وقتها. انا بقول لكم ايه، تخيلوا المشهد، الكلام ده حصل تقريبا من 100 سنه، ماشي، 100 وشويه، تمام. فلو كان هو استسلم للدنيا ما كانش هيبقى فيه دكتور بيولد ست، ما كانش هيبقى فيه حاجه اسمها نجيب محفوظ الاديب العظيم، ما كانش هيبقى حاجات كتير قوي 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 حصلت، لولا ان في حد كان شجاع بما يكفي ان هو يعمل كده، ان هو يتحدى الناس كلها. ده بيقول هما كانوا ساكنين في الجماليه، دي حاجه معروفه. بيقول الطريق من والى الدكتور ناس بتحتفوا بالطوب. الراجل ده علشان الراجل ده يعني قليل النخوة ورايح يجيب راجل مراته تنكشف عليه بمزاجه. انتوا فاهمين الكونسبت كان ايه؟ فمن غير ده، اولا دكتور نجيب محفوظ بعدها ذاع صيته جدا، دكتور امراض النساء. بعدها بقت حاجه شبه طبيعي ان هو الدكتور مثلا ان الزوج يتقبل ان زوجته لو تعبانه او راحت مستشفى دكتور يكشف عليه، ده حتى كان الباطنه كان ما ينفعش. فبدأ الامور تبقى متقبله شويه بشويه. طبعا يعني اوائل الخريجات من الجامعه اللي هم سهير القلماوي ومفيده ايه اللي هي المحاميه المشهوره، مفيده عبد الرحمن المحاميه المشهوره، كانوا 5 في جامعه القاهره، 5 بنات في كل طلبه الجامعه، 5 بنات
تمام. ودول كانوا الناس اكلت وش مين؟ اهاليهم. ان هي انت ازاي تسيب بنتك زي الرجاله تروح وتيجي، وهكذا. اول بنت لبست بنطلون، اول بنت راحت الجامعه، اول بنت دخلت كليه الطب. حتى كان طب مهنه التمريض كان ايه اخبارها؟ كانوا اجانب، ان هم يعني ثقافتهم تسمح، لكن احنا لا، نتحبس في الكلام ده لا يصلح. كان لازم حد يفتح كده الباب برجله ويمشي علشان الناس كلها تيجي وراه. فانا عايزه اقول لكم انه المساله دلوقتي موجوده لحد دلوقتي. انا هقول لكم حاجه حصلت لي انا شخصيا لما دخلت كليه الطب. طبعا الناس كلها بقت تقول لي ايه، ما هو بنت بقى ودكتوره هتبقى ايه، يا تحاليل يا اطفال، الحاجات البسيطه دي. ليه؟ 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 وانت مين انت وانت مين انت عشان تحكمي عليا ان انا لازم اقف في الطابور اللي هو طوله 500 كيلو؟ طب ليه ما انا اعمل كده واطلع قدام شويه واعمل طابور جديد؟ على فكره هي كل الحكايه محتاجه سبورت، محتاجه بس حد يساندك، تمام، حد يكون مقتنع بالفكره. انا الحقيقه بدات حياتي الطبيه جراحه، وجراحه ست دي كان برضو معدودين على صوابع الايد الواحده ايامي. انا اتخرجت من كام سنه كده ملوش دعوه يعني كام سنه انا اتخرجت سنه 91، من 25 سنه. غير دلوقتي عادي ان انا مثلا انا في القصر العيني لما الاقي مثلا نايب جراحه بنت، خلاص بقى مش منظر اللي هو. اما كان زمان انا اول ما تعينت نايب جراحه في القصر العيني كان ايه ده؟ ايه ده؟ لو كان مكتوب طبيب مقيم جراحه بجد ازاي؟ طب ليه؟ طب هتعملي ايه؟ طب هتسوي ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ولما انا استقلت من الجراحه ورحت تخصص تاني كان بمزاجي جدا، لان طبعا فضلت بين شغلي كاريري اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري ان انا ابقى جراحه، وما بين بنتي. فطبعا اي ما فيش منافسه، يعني ما فيش منافسه بين الضنا وبين اي حاجه. بس anyway انا قصدي ايه، ان هو انتوا دلوقتي استثمروا الفرص انكم تغيروا الحياه. مهم المقدمه دي انا عايزه اقول لكم ايه منها. عايزه اقول لكم انه النمط اللي المجتمع شب عليه، وان المجتمع ما بيزهقش ان هو يتكلم فيه، انه ان الازواج لازم يكونوا يعني زي ديوك. الزوج والزوجه لازم يكونوا متناقرين، لازم يخبوا على بعض، لازم يداروا على بعض، لازم محدش يقول التاني كل حاجه، لازم محدش ان هو يفضفض باللي في قلبه. لازم 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 لازم. مين قال كده؟ مين اللي قال؟ ليموني على رقبته يعني مين؟ ازاي؟ ليه؟ ده اصلا يعني انجح انواع الزيجات اللي بيبداوا صحاب وبعدين الموضوع بيقلب وبيرتبطوا. صح ولا غلط؟ فاذا اللي متجوزين واصحاب، انتوا بصوا كده حواليك كل واحد دلوقتي وهو قاعد، خليه كده يعني شوفوا، كلنا بنعرف ناس متجوزين كتير قوي قوي. استعرضوا كده الكابلز اللي تعرفوهم كلهم، استعرضوا كده كل واحد فيكم كده زوج وزوجه، زوج وزوجه، وانا افكر مين اللي انا بتبسط لما بقعد معاهم، مين اللي انا بتمنى ابقى زيهم. هتلاقوا ان دول هم مين؟ هم اللي هم علاقتهم لطيفه، بيقعدوا يتكلموا في كل حاجه ويهزروا على كل حاجه، وان هم كانك قاعد مع اتنين اصحاب، حتى اتنين ولاد او اتنين بنات، تمام. دي بتبقى انجح حاجه. طيب ايه اللي بيمنعها؟ اللي يعرف يقول لي حقيقي، اللي يعرف يقول لي. اللي بيمنعها هي موروثات ونصايح وتعليمات من الاب والام والاخ والاخت والحركات دي هي. وفي الحقيقه الكلام ده مش صح، مش صح ابدا، مش صح ابدا انه ما ينفعش الزوجين يبقوا اصحاب وما ينفعش يقولوا لبعض كل حاجه. في يعني عشان مش كل حاجه خلينا برضو نقول في برايفت اريا لكل واحد فينا، يعني حاجه كده الدايره الحمراء بتاعته. ايه ممكن مثلا يعني مش يقولوا كل حاجه، مثلا اخبار اخته وجوزها، ولا اخبار مثلا مامتها وباباها اتخانقوا مع بعض على ايه، ولا مشاكل اللي جوه بيتهم ايه، لا. لكن قصدي كل حاجه اللي تخص العلاقه اللي ما بينهم، كل حاجه في المشاعر، كل حاجه في الاحداث اليوميه، كل حاجه في معارفك اللي حواليكي، في معارفك اللي حواليك، اللي حصل في الشغل النهارده، الخناقه اللي اتخانقتيها مع سواق التاكسي، الراجل اللي كان هيضحك عليك وانت بتشتري مش عارف ايه. كل حاجه بمعنى انه دايما يبقى فيه هنا حوار
مشترك في كل حاجه وفي اي حاجه. فطبعا في الحاجات اللي بتضايقنا وفي الحاجات اللي ما بتضايقناش، في الحاجات اللي بتبسطنا والحاجات اللي ما بتبسطناش، كل حاجه في الاخطاء. يعني انا غلطت النهارده في مش عارف مين ومتضايق قوي بتاعي، لا يقول لك ايه، انا اقول لها كده، انا قليمها على رقبتي، انا ماسكها حاجه عليا تدلدل وتركب وتدلدل وتتمرع وما اعرفش اكلمها بعد كده. انا اقول لها ان انا بحبها وبموت فيها وما اقدرش استغنى عنها، يا خبر اسود ليه، هو ده حقيقي، بس لا طبعا ما اقولهالهاش. اقول لها لا طبعا ما اقولهاش. طب ليه ما تقولهاش حضرتك؟ ليه انا في واحده صديقتي جوزها كئيب كآبة السنين، يعني دايما كل كلامه يا اما شكوى، يا اما تشاؤم، يا اما انا فلوسنا هتروح، احنا مدرسه العيال هتقفل وتفلس، احنا البيزنس بتاعي هينهار، احنا يعني كل حاجه بقى اسوأ سيناريو ممكن في كل حاجه. ودايما ينتقدها، انت مش حاسه، انت بتصرفي كتير، انت ما عندكيش مسؤوليه، انت ما عملتيش اكل العيال. فمره كلمته كده بقول لك ايه، انت مراتك ست كويسه ولا ست وحشه؟ قال لي ما فيش زيها في العالم، والله العظيم ربنا يبارك لي فيها، يخليها ويديها الصحه ويقدرها على اللي هي فيه. دي شايله هموم ولا الجبل، شايله مسؤوليات ولا المقطم. طب قلت لها الكلام ده قبل كده؟ لا طبعا كمان. طب ايه اللي طبعانها؟ طب ليه؟ يعني لا هي كده ماشيه كويس، هي اصلها احتمال لو ما حسيتش بالتقصير ترحرح، فخليها كده دايما حاسه بالتقصير عشان دايما تلاحق نفسها. يا نهار اسود، يا لهوي، انتوا فاهمين يعني؟ طب افتح نفسها، طب بل ريقها. لا هي كويسه، هي ماشيه، ما الدنيا ماشيه. قلت له هو انت لازم تفوق على صدمه؟ لازم تصحى الصبح وهي بتقول لك قوم طلقني دلوقتي عشان انا ما بقتش طايقه عيشتك؟ ساعتها تبتدي بقى تحتاس وتقول لي في ايه وجرى ايه ونعمل ايه، طب انا احتفظ بيها ازاي؟ يعني مش معقول، يعني مش معقول بجد. حتى مره قلت له انت بتحبها؟ قال لي اكتر من اي حاجه في الدنيا. هو نفس الراجل. فقلت له طب عمرك قلت لها كده؟ المفروض هي تعرف، المفروض هي تحس. يا راجل والله. قلت له ليه؟ بقرون استشعار؟ امال ربنا عمل لنا اللسان عشان نتخانق بيه بس؟ عشان ننتقد بيه بس؟ عشان نهزق بيه بس؟ عشان نتخانق بيه بس؟ في ايه؟ لا ما ينفعش. لا هي المفروض تحس. ومره كان هو عنده ازمه كده صحيه عابره ودخل المستشفى وهي قعدت جنبه تعيط طول الليل، فحتى وبعدين قام بقى زي القرد ما فيهوش، ما طلعش فيه حاجه خلاص. المهم بكلمه بقول له تصدق بالله، هم احنا اصحاب جدا يعني، انا مستغربه جدا انها كانت بتعيط، دي جات لها من ربنا، انت كنت هتموت، هي كانت هترتاح خالص. فانت انا اللي مش فاهماه ليه هي كانت بتعيط. بس قال لي عشان ما بقاش في رجاله دلوقتي، ما بقاش في حد يتحمل مسؤوليه، هي عارفه انا قد ايه راجل وبتحمل مسؤوليه. قلت له لا على فكره انت مش ما جابتكش ولاده يعني كمان مش شايل لها ان هي مثلا بتحبه وكانت قاعده جنبه ولا متضايقه عشانه ولا بتاع، لا يعني لازم ده، هي طبعا هو انا يعني في زيي لازم طبعا تقعد تعيط لما يعني تنشف عينيها. بس قلت له لا على فكره الحكايه مش كده خالص، ده عشان هي هبله، عشان هي عبيطه. لو كانت كملت الدعوه بس قعدت تدعيه طول الليل، لو كانت كملت الدعوه بس تقول يا رب ريحه وريحني، كان زمان كان زمان الدنيا مشيت الطف بكتير يعني. وعلى فكره هو طبعا السيناريو ده للاسف اكتر بكتير في الرجاله، يعني الرجاله اكثر نكرانا واكثر عدم اظهار لمشاعرهم وكده. لكن في ستات كده برضو، يعني عشان ما نظلمش، ما يبقاش مساله احاديه الجانب، في ستات كده برضو. يعني في وياما ستات كنت بحذرهم حتى ما اشوفهم سواء على الطبيعه او في المعارف او على الجانب يعني المهني، اقول لها بقول لك ايه، ما مره كده يبقى داخل عليكي تروحي تجري عليه وتحضنيه تقولي ربنا ما يحرمنيش منك، وحشتني، ما تحرمش من دخلتك الحلوه دي عليا. ليه؟ هو غريب؟ قلت لها يا خبر اسود، يعني انت تعملي كده مع الغرب؟ يعني الغريب لكن جوزك لا عيب ما يصحش يعني. لا في حاجه غلط في الدنيا، لا مش معقول يعني فلما نيجي نفكر بقى ان هو من 1440 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته بشوشا ضحوكا، يعني ده جاء في صحيح البخاري، يعني مش انا اللي مؤلفه الكلام ده،
وكان يعني يحيك ثوبه، وكان يخيط نعله، وكان يكنس الدار، وكان بيشترك في اعداد الطعام، وكان يا لهوي. ده كان جنتلمان في زمن ما كانش فيه الكلام ده اساسا، ما كانش فيه كده خالص يعني، خالص خالص. طب انت دلوقتي حجتك ايه؟ انت ما عندكش حجه، ده انت نهارك ازرق. انت ازاي هتيجي يوم القيامه تقول له انا من امتك يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ازاي هنعمل كده؟ فيعني وازاي بقى تطلب من زوجتك ان هي تحفظك في غيبتك، وان هي تدافع عنك، وان هي تبقى حنينه عليك، وان هي فاهمين قصدي؟ ازاي ما تشكرهاش حتى ان هي انت تعبتي النهارده، لا خليكي انا اللي هقوم اعمل الشاي. ليه الحاجات اللي هي اللطيفه دي؟ ده شغل اصحاب يعني، بتلاقيه هو ذات نفس الراجل، هو يعني نفس الجثه. بتلاقيه مثلا يبقى قاعد عامل كده، بيتكلمش، مكشر، يقعد يشخط وينطر، لو جرس بس ضرب وجه واحد صاحبه تحول، تبدل، تمام، هيص وفرفش وضحك وبتاع، هو عامل لك كذا، طب اجيب لك كذا، بس انا نعمل كذا، طب بس انا اوريك كذا. طب هي فين من ده؟ هي فين من ده؟ ده بتبقى كسرة قلب فظيعة لما تبقى بصاله كده. طب قول لي حاجة، طب ما تيجي نتكلم، طب بص ولا كلمة، لا 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 لا. هو انا ناقص انا هتكلم في الشغل واتكلم في البيت؟ هو انا هشتغل هتسأل في الشغل هو ايه وانا في تحقيق؟ ايه القرف ده؟ البيت عملوه عشان الواحد يرتاح، البيت عملوه عشان الواحد ينام. فاهمين قصدي؟ ده مش حقيقي على فكرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك خيركم خيركم لإيه؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الأهل اللي هي الزوجة يعني. ما قالش خيركم خيركم لأصحابه، للمدير بتاعه، لأخته، لبنت خالته، لابن عمته. يعني تخيلوا بقى عاملين، عارف ساعات بيبقى عامل زي ايه بالظبط؟ زي مثلا البنت اللي بتبر كل ستات العيله وكل الجيران، وتيجي عند امها تكشر في وشها وتشتمها. ينفع؟ هيقبل منها ده؟ ازاي؟ يعني الاقربون اولى. تمام. فتعالوا بقى ايه نشوف يعني ايه اصدقاء، ويعني ايه ازواج. الحقيقه النهارده يعني مفيش صور كتير في البرزنتيشن، لان المساله مش محتاجه غير ان الواحد يشغل عقله شويه شويه، يعني ان احنا ايه نبتدي ندخل الامور في نصابها، ما نتعاملش مع الحاجات على انها منفصله عن بعضها. يعني ايه صداقه؟ صداقه، كلمه صداقه اللي بيفهم شويه في اللغه العربيه مشتقه من فعل ايه؟ صدقه، اللي هو ايه؟ الصدق. الصدق في ايه؟ في كل حاجه، في كل حاجه. يا صدق في الكلام، وصدق في المشاعر، وصدق في ايه كمان؟ وصدق في الاحتواء، والصدق في المسانده. فاهمين ازاي؟ يعني مفيش حاجه تتعمل بالتمثيل. هتقولي طب ما ساعات I don't feel likely، مش قادره اعمل كده، مش عايزه اعمل كده، ما يستاهلش، خلاص. او هو يقول ايه؟ انت تعرفيهاش دي اصلها كذا. طب تصدقوا بالله، قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله، انه ممكن تتحول الست دي بالصدق، وممكن الرجل ده يتحول بالصدق، حتى لو الصدق ده مش حقيقي. يعني حتى لو انت عارفين الممثلين بيندمجوا قوي، انت اللي داخل الفيلم، وانت اللي دافع التذكره، وانت اللي موقف قدام السينما، سينما مش شقه حد، تمام، وبتدخل وعارف ان ده ممثل، خلاص لما يندمج قوي بيقنعك، تقعد تعيط وتزعل عليه وتتنكد بقيته 3 4 ايام بعد الفيلم، صح؟ ايه العبط ده؟ تمام. تخيل بقى ان هو اقنعك بمشهد 10 دقايق. يبقى اذا يعني انت هتقنع اللي قدامك لو انت صدقت في مشاعرك، حتى لو بتمثل كحال يعني كابتداء يعني، تمام. يعني ايه؟ يعني انا ابقى فعلا بقول مثلا عايزه اقول بحبك، عايزه اقول وحشتني، عايزه اقول اي حاجه، اتمرن قدام المرايه. لو الحكايه صعبه قوي عليكي كده يعني اقفي قدام المرايه كده. لا طبعا بهزر، انا قصدي لا، انت عارف ان انا بحبك فعلا، انت ليه بتعمل كده؟ والله العظيم بحبك. بصي في عينيه وامسكي ايديه. الحاجات دي ليه بتختفي مع الجواز؟ يعني ليه مثلا ما الاقي 2 متجوزين قاعدين بيتعشوا في حته، كل واحد بيبص في ناحيه، وكل واحد ماسك موبايله، وكل واحد بيتكلم مع حد في التليفون، في حين انه قبل الجواز مباشره كانوا باصين لبعض والتليفون يتفلق ومفيش مشكله، وماسكين ايدين بعض وبتاع، والا ايه الجمال ده؟ عينيك حلوه قوي، ايه سلام على رموشك، ايه ده الحواجب الفظيعه دي، يا واد انت على المش يعني ليه لا؟
والله ما بهزرش. ليه لا؟ ليه ما نرجعش الكلام ده؟ هل في حاجه حيشاكوا؟ هل في حاجه منعاكوا؟ يعني هل في حاجه تمنع اي حد؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا التحكم في الجوارح. الجوارح اللي هي ايه؟ الايدين والرجلين والكلام والبق فاهمين ازاي؟ فاذا احنا عندنا تحكم في الايه؟ في الجوارح. ما عندناش تحكم في ايه؟ في المشاعر. طب المشاعر هي اللي بتسمع كلام الجوارح ولا الجوارح بتسمع كلام المشاعر؟ ده لو احنا ما بدأناش نتحكم في الجوارح. الجوارح تحت امرنا احنا، مش تحت امر المشاعر. يعني ممكن اعمل حاجه عكس مشاعري؟ اه ممكن، طبعا ممكن. احنا هل كم حد بيشتغل هنا؟ وانا كلنا بنروح الشغل عشان عايزين نروح الشغل؟ عشان عايزين فلوس. خلاص. كم في المية من المرات بنصحى مضروبين بالصرمة؟ مش اقل من 80% من المرات اللي بنروح فيها الشغل، صح؟ كلنا كده، مظبوط. في الشتاء اما كنا بنروح المدرسة، يعني يا رب ليه يا رب ليه؟ ليه؟ طب ليه المدرسة ما تبقاش الساعة 2 الظهر؟ هيجرى ايه في الدنيا؟ يعني ليه؟ طب ليه مش طب 11؟ طب 12؟ ليه 7:30 وليه 8 وليه الحاجات دي؟ ليه الحركات دي؟ فاهمين ازاي؟ فانا شخصيا طول عمري عندي مشكله في الساعه البيولوجيه بتاعتي. يعني افضل فايقه لغايه متاخر جدا، ما اعرفش اصحى بدري. ما بعرفش اصحى بدري. طبعا مأساة لو مع الطياره ولا بتاع، مأساة وشواكيش بقى وصداع نصفي وحاجات وحركات. فاذا يبقى انا قعدت كام سنه في عمري بروح المدرسه بصعوبه. خلاص 3 سنين حضانه، انا قعدت 3 سنين حضانه الحقيقه. خلاص 3 سنين حضانه و12 سنه، 15 سنه بروح المدرسه بصعوبه. كليه الطب بقى الدكاتره الجدعان اللي منهم يعني جدعان كانوا بيعملوا لنا ايه؟ مراجعات الساعه 7 الصبح، اللي هو ابوس رجل اللي خلفوك. ممكن على فكره يعني المراجعه تبقى الساعه 7 بالليل، عادي عادي، مفيش اي حاجه هتحصل يعني. ف7 الصبح دي كان بيبقى يوم ازرق يعني. فاني ان انا بقول لكم قد ايه الواحد ممكن يعمل حاجه غصب عنه بس عشان عارف ان فيها مصلحته. تمام؟ طيب احنا ليه حاطين السعاده الزوجيه دي حاجه اوبشن؟ جت راحت. لا ما ينفعش. ما نعيش كويس، ده هي مره واحده اللي هنعيشها. وبعدين الجواز ده مش عربيه هنلف بيها لو ما عجبتناش، لو كركرت هنرجعها. لا، احنا لازم نبقى كويسين ومبسوطين، ولازم نبقى الامور ماشيه حلو، ولازم تبقى بنزود الحياه الاخر مش بننقصها، ولازم نكون بنزود حياتنا احنا مش بننقصها. والا دي كارثه. دي كارثه. التعاسه يا جماعه دي كارثه. التعاسه ده شيء سيء جدا جدا جدا. محدش يتحمل التعاسه، محدش بيستحمل التعاسه. دي بتاتي على الصحه وعلى الاعصاب وعلى كل حاجه. يعني السعادة دي حاجة سهلة جدا جدا، ان الواحد يجي يفرغ الشحنة السلبية اللي عنده من حاجات كتيرة في الحياة. فدايما حتى قبل ما الواحد يرتبط يقولك ايه؟ انا لما كلمت مع صاحبتي ارتحت، لما كلمت مع صاحبي الدنيا ظبطت معايا، مش كده؟ طيب ليه ما يبقاش صاحبك وصاحبتك هو اللي معاك في البيت؟ على الاقل الاصحاب دول متغيرين، هيروح شويه وهيجي شويه، في حد ظروفه هتسحبه بعيد، في حد هيسافر، في حد هيهاجر، لكن مين اللي معاك على طول؟ هو السباوس، شريك الحياه، القرين، الازواج. انا عايزاكم تتفكروا شويه في الايه، في الصور اللي احنا هنحطها. بالنسبه للاصدقاء، الحقيقه انا عملت جوجل سيرش على كلمه الاصدقاء على ايمجز، يعني انا عايزه اشوف الصور بتاعه الاصدقاء. عايزه كده نلعب لعبه كده بيعملوها في السايكولوجي، الامبريشن، بيسموها the play of impression. يعني الامبريشن يعني ايه؟ الانطباع اللي بناخده من مثلا صوره زي دي. نمره واحد ان هما الاصدقاء دول ايه؟ ان هو مع بعض، يعني متحدين، يعني ايد واحده. طيب وايه كمان؟ ان هم سعداء. خلاص. في
حاجه اسمها لغه الجسد. لغه الجسد دي كل ما هو متجه لاعلى يبقى طاقه ايجابيه، وكل ما هو متجه لاسفل يبقى طاقه سلبيه. يعني اللي تلاقيه عامل كده يبقى ده مبسوط؟ لا، اللي تلاقيه عامل كده يبقى اذا في لغه الجسد لازم نفهم ده. يعني في كمان الواحد اللي يلعب اللعبه دي مع نفسه هيبقى حاجه جميله جدا، بس لازم تقروا فيها. انا دلوقتي انا كنت جايه من 6 اكتوبر، وبعدين في 2 بيعدوا المحور والعربيات ماشيه، منهم واحد عامل كده وبيعدي بمنتهى التهادي، والتاني عامل كده استناني استناني وعمال يبص. والله. فده يعني ده سعيد ومستقر نفسيا، ويعني واخد ثقه طبعا اوفر، بس يعني بس اللي هو هيموت وهو واثق من نفسه على الاقل، يعني ميزه يعني. خلاص. والتاني مش قادر ياخد قرار ومهزوز ومدلدل كده. سبحانك يا رب. انا بقول اللي يعمل اللعبه دي انا ساعات بمنع نفسي ان انا العبها، لان يعني بأرهق. تمام. لكن هنا الشيء اللي يجمع بين، يعني حتى كل ما هو فريندشيب بصوا فيها انطلاق وفيها سعاده، لان الصحبه نفسها فيها خروج للطاقه السلبيه وتعزيز للطاقه الايجابيه. اي صحبه. عشان كده حتى المثل يقول لك جنه من غير حد عارفه، جنه من غير ناس، جنه من غير ناس ما تنداس. حتى في القران كل الايات اللي فيها جنه يقول لك ايه؟ كلها بالجمع، سررا متقابلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون تحسبهم، فاهمين ازاي؟ ناس لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. أهل الجنة وثيق الناس بتروح الجنة إيه؟ الذين كفروا طبعا دي برضو جمع، يعني في النار والعياذ بالله، ربنا يا رب ما يوريها لناش. بس أنا قصدي إنه حتى اللي هيدخلوا الجنة هيدخلوا مع بعض. ثلة من الأولين. ثلة عارفين يعني إيه؟ عارفين ثلة يعني إيه؟ يعني شلة. بس أنا بقول لكم ثلة يعني شلة، هي التحوير بقى العامي بقى شلة. خلاص. ثلة من الأولين يعني مع بعض كتير 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 كتير، شلة كبيرة يعني. وقليل من الآخرين برضو، فاهمين ازاي؟ يعني حتى الجنة ما كان ممكن ربنا يقول لك لكل واحد يقعد لوحده، بس هيبقى كده. لكن ما حدش هينبسط لو لوحده. وعشان كده أنا بشوف إنه يعني تبارك الله فيما خلق، من عظم قدرة ربنا سبحانه وتعالى هو خلق ايه؟ خلق العلاقة الزوجية، يعني بمفرداتها يعني بان هو الراجل يتجوز ست. ده قمة الإعجاز. اللي دارس بقى وشوية قاري زي حالاتي كده يقول لك يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ازاي الدنيا ممكن تستقيم باستقامة علاقة الراجل بالست اللي متجوزين. والله العظيم أنا مش ببالغ، والله مش ببالغ. الدنيا كلها تستقيم باستقامة العلاقة دي. طيب نشوف صورة تانية كده للصداقة. ايه رأيكم؟ الصورة دي بقى احنا باختلاف الظروف، يعني شوفوا على البحر او في الغابة او في الغروب او بالنهار او يعني فاهمين ازاي؟ واشكال والوان من الايه. يعني انا عجباني قوي مثلا في كل ده توقفت عند الصورة دي. انتوا فاهمين جت ازاي؟ اصحاب كتير عاملين كده، وايه زي ما يكونوا مشبكين صابعهم في بعض، وحد خد الصوره من تحت. تمام. فانا عجبتني جدا الصوره دي. انتوا عارفين فكره الصوره دي ايه؟ اللي هي في فلسفه برضو لغه الجسد، ان مفيش فراغ بيعدي منه اي حد. فاهمين ازاي؟ مفيش هنا فراغ، مفيش هنا فراغ، مفيش هنا فراغ. فبرضو فكره الايه؟ التوحد، الميرج، الانصهار، ان هما كذا حد بس بصداقتهم بقوا حد واحد، بقوا قطعة واحدة. احنا طبعا عندنا المسألة دي بتتمثل في صور أكثر لطفا، إن لو حد بيتخانق ينده شلته عشان يجوا إيه؟ اللي بالشومة واللي بالمطوة واللي بالسنجة يعني فاهمين إزاي؟ فأنا مش ده قصدي خالص خالص. عشان بس نبقى واضحين يعني. تمام؟ هنا الكوت ده طبعا في حاجه اسمها فريندز او فريندشيب كوتس حلوه جدا جدا على الانترنت. يقول لك I'm not alone، انا مش لوحدي. I have my friends. خلاص.
no matter where they are from. هم يعني هم من فين، من انهي بلد، من بتاع، لكن مش دي المشكله. هم في الاخر التقوا في دايره اسمها الصداقه، عشان كده ما حدش بقى همه حاجه. تمام. الحقيقه لما اتجول، انا كان ممكن اجيب كل صوره من دول لوحدهم ونعملها في البرزنتيشن، بس انا عجبتني انه المساله يعني واخده كل جوانب المعنى اللي انا عايزه اوصل له. ان شوفوا الصداقه شكلها جميل ازاي. في بقى حاجه تانية احنا ما خدناش بالنا منها. في حد عنده اضافه، عنده اي كومنت على حكايه الصداقه دي؟ قلنا كده كل الحالات وكل الاوقات وكل الظروف. جميل، موافقه، اتفضل. لا مش سؤال، احنا عايزين انطباع. لا لا، انا بتكلم دلوقتي على انطباع عن الصداقه، عن الصور دي. اتفضلي. لامسين بعض، ايوه انا عايزه دي بقى. في حد عنده امبريشن تاني؟ لا بعد اذن حضرتك بس الاستاذ. ايجابي، قلنا الطاقه الايجابيه. اتفضلي حضرتك. لا من تحت والسما هي اللي فوق. ما الكاميرا كده فمصوره السما. ايوه بالظبط. انتوا ما بتروحوش بحر يا جماعه ولا ايه؟ احنا بنصور الصوره دي، احنا غلابه بنصور الصوره دي، نعمل كده اهوت ونوطي وفي حد ياخدها من تحت وبتاع. ايوه. الحقيقه بنتي هي دايما هي الضحيه اللي تنام ونعمل كده يعني. مثلا. تمام. طب برضه مش موضوعنا. طب انت قلتي ايه؟ لامسين بعض. كويس. ما هو القلب هنا احنا بس اللي اسأنا استخدامه، والقلب يعني الواحد بيحب. على فكره مش لازم خالص لما بقول ان انا بحب فلان ده يبقى معناه بحبه حب وحش يعني. خلاص انا بحب، انا كنت في مدرسه ولاد وبنات، انا بحب اصحابي جدا يعني، اصحابي الولاد. يعني كتير قوي مثلا يجي حد يسالني تعرفي فلان، اقول ده حبيبي جدا. ده حبيبي يعني. انا بعبر عن شعوري فعلا ناحيته، احنا متربيين مع بعض وبموت فيه يعني. طب اعمل ايه؟ يعني اعبر عنها ازاي؟ ففي ناس بتتخض، حبيبك؟ يعني فاهمين ازاي اللي هو بقى؟ طب ايه يعني جوزك لسه يعني عارف الموضوع ده يعني مش خالص مش كده. يعني مش كده. فيعني الفكره ان احنا بس اللي اسأنا استخدام كلمه ان انا يعني بحب فلان او بحب فلانه او كده يعني. لكن القلب طبعا ده يعني هو true friendship is like heart يعني. هو برضو قصدهم اللي هو المضخة بتاعة الشيء يعني. هو دي الكود دي قصدها كده. تمام. طيب خلينا نشوف الصورة اللي بعدها، وهنخلي هنبقى دايما sustaining الملاحظات او الامبريشنز دي او الانطباعات دي. شايفين هنا في اي اختلاف؟ صورة القطة دي من الحاجات اللي لفت نظري جدا، لانها دي بتعبر عن حاجة على فكرة مقصودة. يعني لا مش بس كده، في اختلاف يعني، مش مسألة مش بالشكل، انه برغم الاختلاف. وفي حاجة دايما انا بقولها في كل اوكيجن وبحب اقولها، بيحلالي اقول الكلام اللي انا هقوله ده، ان انا صاحبتي الانتيم وصديقة عمري وحتة من قلبي ومفيش حد في الدنيا اقرب لي منها مسيحية. خلاص. وهي حبيبتي جدا ومع بعض من المدرسة. أنا يعني قريبة جدا منها، وهي مش قريبة، مفيش حد أقرب لي منها ومفيش حد أقرب لها مني. فده اختلاف. ففكرة قبول الاختلاف ده برضو impression مهم جدا في الصداقة. قبول الاختلاف، ما يبقاش ان هو انا من حقي اغير لك مفاهيمك عشان انت صاحبي او عشان انت مراتي، تمام، او عشان انت جوزي. لا مش من حقي. تمام. اللي انا شايفاه عيوب في غيري هيشوفه مميزات، جايز هو شايفه في نفسه مميزات. تمام. يبقى اذا هنا الصورة دي بتقول على قبول الاختلاف، قبول الاختلاف مع الاخر، قبول اختلاف الاخر، ان هو مختلف عني بس انا قابلاه. هنا بقى عندكم قلوب كتير قوي قوي عشان يقول لك انه اهو، وحتى كاتبينها هابي فريندشيب داي، لان الحاجه المجرده بين الاصدقاء هي ايه؟ ان في يعني توافر في العاطفه كتير جدا، كل صديق عنده رصيد من العاطفه عند الاخر. ف شوفوا
انا اللي عايزه اقف بقى عنده ايه؟ انه شايفين الترابط مثلا، هنا حاطين ايديهم على بعض، هنا حاطين ايديهم على بعض، هنا بصرف النظر وهنا وبتاع، بصرف النظر احنا حتى القطه بالظبط، بصرف النظر زي ما بقول ان احنا طبعا يعني لا ديننا ولا ثقافتنا تسمح ان هو يبقى فيه اختلاط جسدي ما بين الولاد والبنات حتى لو اصحاب. بس هنا الفكره حاجه، فكره الاحتواء، فكره الاحتواء، فكره الانصهار، ماشي؟ فكره ايه كمان؟ دي اللي نفسي اسمعها من حد فيكم. ها؟ trusted. يعني في هامش ثقة عالي جدا ما بينهم، لدرجة ان كل واحد حتى طبعا زي ما قلنا دي مش ثقافتنا، بس كل واحد حتى سايب جسمه للتاني. فاهمين ازاي؟ يعني حتى ما فيش حد قلقان من التاني يقرب له. تمام؟ فده شيء مهم جدا. وفي حاجة برضه لسه ما سمعتهاش، بس ايه، برضه في عندنا فرصة لسه في صورة تانية. التقابل بمعنى common area، يعني في مساحة مشترك، في أرضية مشتركة ما بين الأصحاب وبعضها، وده يعني يجي تحتيه برضو قبول الاختلاف. يعني لا، هو هيقول طبعا يعني اصلا التواصل اللفظي ده شيء مهم جدا بين الاصدقاء، بس الفكره ان هو ده كمان بيجي تحتيه حكايه قبول الاختلاف. تمام؟ طيب انا هقول لكم عشان دي غالبا اخر صوره للصداقه. انتوا مش ملاحظين ان مفيش اي شهوه جسد حتى في الصور اللي هي زي ما قلنا في تباسط في ثقافتهم ان هم الاختلاط وحاطين ايديهم هي ايدين بتاع كتاف يعني كده، لكن حتى بتلاقي في دايما مساحات فاضيه. خدتوا بالكم ازاي ما بين الاجساد وبعضها؟ نراجع كده نشوف الصور اللي فاتت. فاهمين؟ مفيش اي شهوه جسد حتى في الصوره اللي هي في السطر الثاني دي اللي هم شويه متلاصقين، ما حدش حتى مركز، هم مركزين في حاجه تانية خالص، ان هم كلهم كل الناس في سبيس ما بينهم. وحتى بقول لك ايه، حتى دول هم مركزين في حاجه ان كلهم باصين على حاجه واحده. فاهمين قصدي؟ ما حدش حتى منشغل ان جسمه لازق في التاني. تاني مش ثقافتنا، وتاني مش بدافع عن التلاصق الجسدي اللي ما بينهم، بس انا بقول لكم الامبريشن انه ما فيش اي شهوه، ما فيش اي شهوه جسديه في الموضوع. شايفين هنا؟ واخدين بالكم؟ شايفين هنا؟ فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا، انه الصداقة يعني إيه؟ انا اقصد من كده بايه؟ انه الصداقة ايه؟ ان الصداقة مجردة من الشهوات، مجردة من المصالح، مجردة من تحقيق شيء او اطماع معينة. دي برضو لسه ما كناش شفناها، بس هي نرجع ونقول فكرة الصداقة اللي هي كل الناس. يعني انتوا اعملوا جوجل كده سيرش على الايمجز او على اي براوزر تاني، هتلاقوا ان اول ما تكتبوا فريندشيب مش هتلاقوا حاجه نيجاتيف ابدا، مش هتلاقوا حاجه تعيسه ابدا، مش هتلاقوا حاجه بايخه ابدا، لان الصداقه ده شيء اضافه شديده جدا للبشريه جدا. يعني نيجي بقى للازواج. تمام يا حلوين؟ مفيش موسيقى سوريه؟ الحقيقه مش ده اللي انا برضو جايه عشانه يعني، بس انا عايزه نشوف كده برضو الامبريشن بتاعت الصور. انا دخلت برضو قلت سباوسز على الجوجل ايمجز، فجالي ده. هنا بدات بقى يبقى فيه ايه؟ بدا يبقى فيه شهوه جسد، صح؟ طيب ده ما يقوليش اي حاجه، ما يقوليش اي انطباع؟ اعوذ بالله، ايه يا اخوانا؟ انا ما كانش قصدي كده خالص على فكره. انتوا لسه جايين بالذكريات البني بتاعت
الله ينور عليك، ده اللي انا عايزه اقوله، ان حتى الخانه اللي ناقصه كملت. مش مساله مصلحه مصلحه ماشي، ما هو اصلا هي الحياه كلها تبادل مصالح. على فكره حتى الصداقه اللي مجرد ان هو هيسمعني او ان هي هتسمعني وهفضفض معاها، ما هي دي مصلحه. تمام. بس هي الفكره انه انا قصدي ايه، انه كده. استاذنكم نعمله بس صامت، التليفون اللي شغال نعمله صامت بعد اذنكم. فهي دلوقتي القصه انه كان في خانه ناقصه في الصداقه وكملت. تمام. يعني شهوه الجسد اللي هي كانت علاقه الصداقه فيها تقارب شديد جدا جدا جدا. تمام. بس ما فيهاش شهوه جسد لانه مش مكانها. تمام. الجواز بقى هو اكتر علاقه فيها تقارب في الوجود، لانها حتى الحته البازل اللي ناقصه كملت، اتحطت، فبقى فيها تكامل من كل ناحيه ومن كل شيء. فاهمين ازاي؟ فاذا يعني طبعا بقول لك زي ما قلت لكم انا ممكن انقي الصور، بس انا جبت الصور كلها couples او spouses. فشايفين ما علينا، ما بسيطه، كلها حاجات بسيطه خالص بس انا ما صليتش العشاء، تفتكري لو مت هيبقى ايه؟ مش فيش، يلا بقى ربنا غفور رحيم طيب تمام. نشوف هنا الامبريشنز يا جماعه، الانطباعات. يعني دلوقتي برضو في مسألة شهوة الجسد. طب أنا عايزة حد يقول لي إيه حكمة ربنا من وجود شهوة الجسد في العلاقة الزوجية؟ لا ده ممكن نتكلم. اتفضل. النسل، ما الواحد بيجيب 3 4 عيال وخلاص. طب ما هو ماشي، يبقى كده خلاص يبطلوا يعني علاقة جسدية بعد ما يجيبوا العيال اللي هم عايزينهم؟ ما بقول لك لو كان كده كان يبقى خلاص موسم تزاوج ويجيبوا العيال اللي هم على قد العيال وخلصت. دي السعادة. ها السكن. ها لا دي حاجة تانية خالص، هقول لك تفسيرها بعدين. ها الاحتياج. خلصت. الاحتياج. تمام. الاحتياج بقى ده عشان ايه؟ يعني هي القصة كلها ان ما حدش يقدر يعيش من غير ما يدخل الحمام، صح؟ دي حاجة غريزية، محدش يقدر يعيش من غير ما ياكل. تمام. غريزة اسمها الجوع، في غريزة اسمها العطش، غريزة اسمها النوم. تمام. في غريزة كمان اسمها الجنس. فبالتالي في إلحاح. هو ايه اللي بيخلي الواحد يروح يتجوز بكامل قواه العقلية؟ تمام. عند الراجل الاحتياج الجسدي، عند البنت الاحتياج العاطفي، الاحتياج اللي هي الفطري بتاع ان هي تبقى محمية، انها تبقى محتواه من حد. تمام. بعد كده بيتطور الموضوع ان هي لانه عند البنت مش حاجة بتنشأ معاها او مش بتنشأ ولا بتخلق معاها، هي بتبقى مكتسبة. فكده الموضوع بيكتمل فيما بعد ان هي كمان بيبقى احتياج عندها، لانه بالفعل برضه غريزة بس ما كانتش اساسية عندها قد ما هي اساسية عند الراجل. فيبقى في احتياج مشترك. ده مش بس كده، ده في تكامل رهيب، لان احتياج الراجل جسدي بنسبة 90%، احتياج الست عاطفي بنسبة 90%. فهو ده اللي بيخلق اللينك اللي هو لازم يديها عاطفة عشان هي تديله جسد. فلو كانوا الاتنين جسد زي بعض كانوا هيبقوا حيوانات متخانقين مقطعين بعض مش بيكلموا بعض، ما تفرقش، هما الاتنين عايزين بعض. لا ده هو عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يدي للبني ادمين ضمان الايه،
انا عايزه اقول ايه التواصل، يعني تبقى هي الحلقه رايحه جايه، البينج بونج، يعني اللي هو الكوره اللي رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. اديني عاطفه اديك جسد، اديني جسد اديكي عاطفه. فاهمين ازاي؟ اللي هي التبادليه، علاقه تبادليه منفعيه بس ساميه جدا جدا، يعني مش المنفعه اللي هي الوحشه، منفعه في منتهى السمو، علشان ضمان ان القصه تستمر في النطاق اللطيف بتاعها. وبالتالي ده بقى هيخلي الطاقه السلبيه تطلع، وده هيخلي في توازن هرموني وعاطفي وجسدي ونفسي وكل اللي انتوا عايزينه، وده هيخلي الموده والرحمه تلاقي سكتها بسهوله، وده هيخلق السكن، لانه السكن بكل انواعه من ضمنها الجسدي والنفسي برضه والعاطفي وكل حاجه. لا اسئله، لا احنا بنقول تعليقات على اللي احنا فيه، خلي اسئله في الاخر خالص بعدين. تمام. فاذا هنا يا جماعه المساله ما طلعتش بقى اسكوتو، ما طلعتش حاجه وحشه، يعني ما طلعتش كده، ده طلعت يعني مش حاجه مختلفه. ما تبقاش الست الكده واصحابي بتوع القهوه للصداقه، ما طلعتش ان هم الراجل اللي كده واصحابي بتوع المدرسه وبتوع النادي للصداقه. لا، ده طلعت ان دي اكتمال، يعني عشان تبقى دي اكتر علاقه مكتمله في البشريه. المساله ان احنا جبنا اللي هي الحيطه اللي كانت ناقصه كده فيها خروم، جبنا الخروم دي وحطيناها عشان تبقى كامله، عشان تبقى العلاقه دي احسن ما في الوجود. طب ليه؟ حد يقول لي ليه؟ يعني نفكر كده مع بعض، يا ترى ليه؟ يا ترى ليه الصداقه في الجواز مهمه؟ والجواز يعني الصداقه بتضيف اليه. ما لسه قايله كده يا اختي. عشان ايه؟ انا عايزه اقولها بطريقه تانية، او يعني عايزاها تتفهم، توصل بطريقه تانية. اتفضلي. لا، ما ممكن كل واحد مع نفسه يعمل يجدد الروتين بتاعه لو كان المساله كده. لا 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 لا، مش السكه دي خالص. بتفرج على افلام عربي كتير. ها ها ها. امم 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 ها. انت بتتكلمي عن الصداقه اللي قبل الجواز، لا احنا بنتكلم على بعد الجواز. اه. امم طيب خليني اقول انا بقى. بصوا، الصداقه دي علاقه اختياريه، ممكن في اي وقت باي باي، صح؟ يعني وكتير كلنا حصل لنا كده، ان احنا بنبقى يا سلام وفيري فيري كلوز، بس الناس بتتغير، بيجي حاجه كده بتحصل لحد، مثلا حد بقى بيشرب خمره، تمام، حد بقى مثلا عرفت ان هو بقى يتباسط في حكايه الاختلاسات والحاجات، تمام. لكن الجواز علاقه المفروض ان هو حتى من شروط عقد الجواز هي نيه الايه، حد عارف شرعا؟ نيه التأبيد، اسمها كده، نيه التأبيد. وبالتالي اما يكون علاقه ابديه، يعني اولموست مش اختياريه، لان هي بيكون في ارتباط بقى بمصالح وبنسب واطفال و فبنعتبرها انها علاقه ابديه غير اختياريه، تمام. وتبقى خاليه من الصداقه، هيبقى صعبه جدا، لانه شيء مفروض عليكي، حد بتشوفيه كل يوم، وانت واحده طول الوقت قدامك ومالكش مصرف لشهوتك غيرها، فبالتالي طول الوقت محتاج لها. فلو في اي يعني ضغينه او اي يعني طاقات سلبيه او اي علاقات مش مظبوطه او اي مشاعر مش صحيه ما بين الاتنين، هيبقى في مشكله، هتبقى في مشكله متأصلة، يعني مأثرة في التركيبة النفسية الداخلية بتاعت هذا الشخص.
لانه عارف انه لما يروح هيلاقي واحده بوزها شبرين وما بيحبهاش وما بيحبش يقعد معاها. طب يروح فين؟ طب يقعد على القهوه هترجع تعمل له مشكله اكبر. طب يروح ما يخرج مع اصحابه هترجع تنيل الدنيا على دماغه. ليه؟ لانها مش صاحبته، فبالتالي ملوش رصيد عندها. الا هيبتدي بقى الموضوع يتحول تماما الى احتياج ومصاريف البيت والعيال والدروس والبتاع والشغاله اللي مشيت والطبق اللي اتكسر بقت المساله في يعني كأن بالظبط هي متعينه مديره لهذا البيت وهو الباص اللي اكبر منها عشان هو اللي بيمضي لها الشيكات. حاجه في منتهى السخافه، في منتهى الرخامه، ومحدش يقدر او محدش يحب ان هي حياته تتحول لكده. فبالتالي هي دي فكره وجود الصداقه او ميزه الصداقه بين الازواج، انها علاقه ابديه، وبالتالي لابد ان هي تحفها يعني شيء من اللطافه. هو لو عنده مشكله يجي يرميها في حجرها وينام في حضنها ويبين ضعفه من غير ما يقلق. هي لو عندها مشكله تيجي تاخد رايه وهو يسمعها ويديها يعني حقها في ان هو يبقى متواجد معاها وان هو يعمل لها مسانده. تمام. لكن لو مفيش يعني، وعلى فكره ساعات الواحد بيبقى مزنوق قوي لحد يسمعه، فلو الصداقه دي مش موجوده، هي حتى لو ضعفت وفضفضت وفتحت قلبها ممكن يقول لها ايه؟ ما هو انت اللي غلطانه، ما انا ياما قلت لك، ما هو طبعا ما لهم حق يقرفوا منك، صح؟ يبقى كده وقعت منه وهو خسر كتير جدا. خلاص. وهي عمرها ما هتنسى له الموقف ده ابدا ابدا. ليه؟ لان لسه قايله من شويه هي الست بتتجوز مش علشان الجنس، الجنس دي مش حاجه اساسيه عندها ولا مطلب بالذات البنت يعني. مش عشان كده هي اتجوزت، عشان الاحتواء، اتجوزت عشان الامان. فهو لما تيجي في اول موقف محتاجه احتواء، محتاجه مسانده، محتاجه امان، ويبيعها بالطريقه دي، خلاص، اول او تاني او عاشر يعني، فخلاص بتبتدي العلاقه تتحول الى علاقه نقطه، جواز نقطه، مش جواز جميل، مش جواز سعيد. وبالتالي بعد شويه هي يا اما المساله هتتحول لشيء بارد مرمي جنب الحيط لو في اضطرار للبقاء مع بعض، يا اما زي ما قلنا من شويه هو هيفوق على زلزال ان هو انا ماشيه، ما تقدريش انت، ما عندكيش. انا حصلت قدام عيني مره جولي في العياده كشباب صغيرين، هو 28 سنه وهي 25 سنه، متجوزين من 6 سنين، كانت هي لسه طالبه في الكليه مخلصه كليه طب اسنان، وهو بزنس مان، وقال لها لا ما تشتغليش، قالت له حاضر. جابوا طفلين صغيرين، وجي بعد 6 سنين جواز يقول لها انا عايزه اتجوز. فهي جابته وجت عندي في العياده. طب ليه؟ طب عشان ايه؟ عشان ده من حقي. ايوه، ليه عايز تتجوز تاني؟ ما انت متجوز، ما انت من حقك تتجوز وانت اتجوزت. والله العظيم الحوار كان كما يلي. قلت له طب انت في حاجه مضايق منها في مراتك؟ قال لي ست البنات فله وزي القمر وفي البيت ولا الرقصات يعني، وجميله كل حاجه فيها كويسه وبيتها زي الفل، عيالها زي الفل، هي زي الفل، مفيش حاجه تانية. طب ها؟ يقول لي بصي يا دكتوره، لو دلوقتي في واحد معاه فاوتشر انه يطلب 4 اطباق في مطعم، ليه يكتفي بطبق واحد؟ البعيد دني بقى يعني اللي هو هي المسألة مسألة دناوة وتفاصيل فقط لا غير، يعني مفيش أي حاجة تانية. قلت له طب ما جاش في بالك انك انت هتأذي مشاعرها؟ مش من حقها تتأذى، يعني كمان انت هتحجر على مشاعرها، يعني كمان انت هتحكم عليها من حقها ولا لا ان هي تتضايق. يعني ربنا اداها حق انها تتضايق وترفض او تقبل، وانت مش مديها الحق ده. انت هتدخلي دماغها. هي لو عايزه قالت له انا مش هقعد معاك لو كده هتطلق. انت عايزه تخربي البيت، اللي هو انا عايزه اخرب البيت. انت عايزه تخربي البيت، انت مش ناقصك حاجه، انت بيتك مش هينقصه حاجه، ومالكيش دعوه اصلا انا اعمل ايه، وانا اصلا مش المفروض ان انا اقول لك، انا بعمل حاجه حلال مش حرام. وهو كده. قالت له الحقيقه مونولوج انا عمري ما انساه، عارفين مونولوج يعني كده سبيتش لوحدها كده. قالت له بص، انا بقالي 6 سنين بشتغل في بيتك خدامه من غير اجر، فانا ما عنديش اي مشكله ان انا اطلع من حياتك واشتغل خدامه باجر، بس هبقى بكرامتي. يعني شابوه، انا كنت عايزه اقوم اسقف لها يعني. تمام.
وهي قلت لها يا بنتي مش عندك شهاده؟ قالت لي عندي شهاده بس ما عنديش تدريب. خلاص الوقت معاكي، انت هتخني دماغها، انت كمان عايزه تخربي بيتها اللي هو انا يعني. وهو عايز يروح يتجوز، عادي عادي مفيش حاجه يعني. فهي دي الفكره ان انا بقول انه العلاقه الزوجيه دي علاقه غير سويه، علاقه ما فيهاش صداقه، علاقه نفعيه بحته. هو معتبر ان هو عامل عليه ان هو بيصرف عليها، ومعتبر ان هي بتديله حقه من نظافه واكل وشرب، وان هي بتقول له اوكي في الفراش لو عايزها، وبتبقى جميله ولطيفه وكل حاجه. دي علاقه نفعيه بحته، نفعيه بحته، مش دي خالص اركان الجواز اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد الجواز بيها او ارادها للجواز يعني. تمام. فين السكن؟ فين السكن اللي هي ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لايه؟ لتسكنوا اليها. بس يعني مفيش اي غرض تاني، مفيش. تصوروا بقى لام التعليل، تسكنوا اليها. وبعد كده بقى وجعل بينكم، دي مساله تانية، دي الادوات خلاص. الادوات اللي هو وجعل بينكم موده ورحمه موجوده، وجعل ربنا اي اتنين بيتجوزوا بيحط في وسطهم كده موده ورحمه. اللي هيمد ايده ياخدها جود فور هيم، هيبقى كويس وهيعيش كويس. اللي هيسيبها عبيط، ده رزقك انت اللي سبت الموده والرحمه، عشان كده حياتك ما بقتش كويسه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وده على فكره من ضمن الرزق، الموده والرحمه اللي في الجواز دي من ضمن الرزق اللي هو اداهوله، ومن ضمن ذكر الله. ما هو انتوا عارفين ان هو اصلا الواحد ان هو يذكر نعم ربنا عليه او يمارسها او يذكر، كل ده ذكر لله خلاص. فالجواز اصلا يعني حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لقد اخذتموهن بكلمه من، مش من اوليائهن، مش من ابهاتهم، لقد اخذتموهن بكلمه من الله واستحللتم فروجهن بكلمه من الله. انتم متخيلين؟ على فكره دي يعني امانه، يا خبر اسود على تقلها، على تقلها. يعني اي واحد بيتجوز مراته دي متعلقه له هنا اهو، يا توديه الجنه يا توديه النار بمعاملته هو ليها. لان الرسول عليه السلام قال لك استوصوا بالنساء خيرا، لقد اخذتموهن بكلمه من الله واستحللتم فروجهن بكلمه من الله. يعني ايه؟ يعني هو مش انت اللي ولي امرها ولا ابوها هيموت، طب انت هتعمل ايه؟ لا، ده ولي امرها فوق 7 سماوات. تمام. لان هو الست هي الطرف الاضعف في العلاقه، الطرف الاضعف، حتى لو غنيه حتى لو قويه، يعني لو بتلعب كمال اجسام، بس هي الطرف الاضعف نفسيا في العلاقه. هي اتجوزتها طلبا للامان. فلو كل شويه انا هتجوز عليك، انا هتجوز عليك، انت مش عاجباني، انت مش عاجباني، انت زفته، انت مش عارف ايه، انت بتعرفيش، انت بتعمل، فين الامان؟ فين الامان؟ فين السكن؟ فين اللي تسكنوا اليها؟ طيب والست اللي ما بتهيأش لجوزها بيت لطيف وسعيد وجميل، ومش بتقابله بابتسامه، ومش بتروح تتشعبط في رقبته، واللي مش بتقول له الحمد لله على السلامه وانت وحشتني، واللي مش بتقول له انا بحب قوي وانت جاي كده اهوت ونقعد مع بعض، واللي مش بتنيمه في حجرها، واللي مش بتدلعه، فين السكن اللي هي برضه اديتهوله؟ السكن ده الشلتر، الملجأ، الملاذ اللي عايز الواحد يروح يترمي فيه. عارفين اما الواحد يبقى واخيرا زست ويروح كده يعمل كده من غير ما يبتدي بقى ايه يعني، يسيب كل القيود بتاعته، عايز يتكلم، عايز يهزر، عايز يعمل علاقه بدنيه يعمل، عايز بلا 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 بلا. كل الحاجات دي هي هما الاثنين لازم يوفروها لبعض، هو بطريقته بما خول الله له من سلطه، وهي بطريقتها بما خول الله لها من سلطه. اللي يأثر في وظيفته، اللي يأثر في قدراته، لان هي عندها قدرات مش عنده، والعكس بالعكس. وعشان كده زي ما بقول لكم هو التكامل الرهيب مزيكا، والله العظيم اللي يقرا في علم النفس الجنسي وفي علم النفس الزواج والحاجات، مزيكا ايه ده؟ يجوا اللي بيقولوا اللي بينادوا بزواج الجنس الواحد يشوفوا مش هينفع والله. و97% منهم بيروحوا لدكاتره نفسيين بعد 5 سنين على الاكثر من العلاقه المثليه، لان الامور مش ظابطه مش ظابطه، مش راضيه خالص. فاذا احنا لازم نعرف انه بوجود العلاقه الجسديه
المربع اللي كان ناقص في البازل اكتمل. شايفين حتى الخنازير اللطيفه اللي في النص دي برضو شوفوا مقربين من بعض قوي ولازقين في بعض قوي. يبقى هنا الكابلز حاجه تانية، النظرات لبعض حاجه تانية. شايفين الراجل اللي فوق خالص ده الامير ابو زعبوط، مش باين الزعبوط، شايفينه؟ بصوا النظره ما شفناهاش في الصور بتاعت الفريندز، صح؟ النظره فيها رغبه، تمام، فيها اقبال، فيها حاجه مختلفه، فده اللي بيكمل الناقص. تمام. الصوره اللي الاخ اللي حاضن مراته دي، تمام، هي مش هتحضن صاحبتها كده، مش هتحضن حتى صاحبها. المجتمعات اللي بتعترف بالصداقه دي او بتتعامل بالطريقه دي مش هيبقى كده. يعني بالكثير تحط مثلا يعني دماغها على كتفه خلاص، ويعمل لها زي ما بيعملوا في الافلام الامريكاني كده، يعمل لها كده ولا يهمك وبتاع وباي باي. فاهمين ازاي؟ لكن دي مش هتنفع. في حاجه فيري سبيشال، حاجه بتبقى سبيشال جدا جدا ما بين الكابلز، يعني الازواج والزوجات. السيلوات الاسود اللي تحت ده، شايفين اللي هم 6 سكتشات اللي على الجنب خالص يمين دول، انتوا مش هتشوفوهم دول، تمام؟ دول اوضاع مختلفه من الانتمسي، من الحميميه، لان هو ده مكانها. اللي بيرقصوا مع بعض تحت دول هنا اهوت، شايفينها؟ قلوب، ما القلوب كانت موجوده هناك على فكره، بس هنا القلوب بقى بصوا كتير 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 ازاي، لانها مضروبه في كذا ضعف، لانها خلاص بقت علاقه اللي ناقص فيها اكتمل. شايفين؟ نفس الحكايه، حتى الدباديب، تمام. فاذا العلاقه لما تتحول الى علاقه شهوانيه جسديه يبقى اكتملت اركانها، ما تحولتش الى علاقه اخرى. خلاص، عشان انتوا كان يعني انتوا ناس شريرين وكنتوا فاهمين الموضوع غلط. لا، العلاقه دي تبقى علاقه غير منقوصه، مكتمله الاركان، لانها بيزيكلي لازم كانت تبقى يعني كده اساسا لازم تبقى علاقه صداقه، ودلوقتي بقت حتى الشيء اللي كان ناقص من الصداقه اكتمل. شايفين هنا بقى يعني صورة عجبتني جدا، اللي هي اللي هناك اللي على الشمال دي. خلاص، الصورة دي على بساطتها شايفينها اهي اللي فوق دي. نرجع كده ممكن، بس لا ده اوحش. يعني على بساطتها معبرة جدا، اللي هم داخلين، الوشوش داخلة في بعض، يعني الكيانات داخلة في بعض، تمام، لكن كل واحد عنده ما يعبر عنه. يعني هي فضلت الكحكه بتاعتها بره، فدي ده الجزء اللي هو بيعبر عنها وعن انوثتها، ودي حتتها هي، وبرده حتته هو فضلت بتاعته. لا هي طلبت تدخل اكتر من كده ولا هو طلب يدخل اكتر من كده. وده برده من الذكاء الشديد اللي ممكن يبقى موجود ما بين الازواج والزوجات، لانه كل واحد لا قولي لي، لا انا عايز اعرف، كنت بتكلمي مامتك وبتقولي لها مش عارف ايه، طب انت مالك، دي مامتي، تمام، طب دي اسرارها هي، انت مالكش دعوه، طب دي اسرار اختي انا ما اقدرش افتشها قدامك. وعلى فكره ما من مره حصل تباسط في الكلام الحميم عن الاقارب الا وقلبت بغم. وعندي قصص كتيره جدا جدا جدا، مره نبقى نحكيها مع بعض، يعني من تحت راس الحكايه دي، تمام. فاذا هنا حكايه ان بقاء كل واحد مساحته، يبقى له مساحه حتى صغيره بتاعته، دي مسألة مهمة جدا جدا. كمان عارفة الماضي بتاعها والماضي بتاعه، هي اتخطبت 3 4 مرات، كانت بتحب واحد، انت مالك؟ حتى يعني حتى في الدين العقد يضمن ما بعده وليس ما قبله، تمام. يعني وانس مضينا على العقد يبقى انت من هنا ورايح انا احاسبك وانت تحاسبني، ما قبل العقد لا احاسبك ولا تحاسبني. عايزه اقول لكم حاجه لطيفه جدا، في كتير قوي مثلا في الكالتشر بتاعتنا، في الثقافه بتاعتنا، ان الاولاد يعني بيتمنظروا قوي قوي بان هم مثلا عندهم ماضي، وان انا ده انا مقطع سمكه وديلها، ده انا عرفت يجي 600 واحده قبلك. ويجي بقى بعد الجواز يقول لها انت بارده، ده فلانه كانت فظيعه، وده علانه كانت بتعمل لي مش عارف ايه، حتى في العلاقه الحميميه، تمام. الحقيقه هي غلطانه انها اتجوزته، ودي انا دايما بقولها، البنت البكر من حقها تتجوز رجل بكر،
قال على نفسه بكر وهو مش بكر، خلاص يبقى هو يتحمل ما يقول. قالت على نفسها بكر وهي مش بكر، تتحمل ما تقول، بس هو يصدق، ما عندوش تشويس تاني، ما عندوش اختيار تاني. خلاص. وهي دايما المفروض ان هي من حقك تسالي انا بكر، انت ايه؟ انا كمان. خلاص كويس. هو بقى مش صادق، يتحمل ما يقول. تمام. لكن مش من حقه ان هو يقول لها لا اكشف عليكي، لا اتاكد. لا، انا بستغرب جدا ان في ناس بيرضوا ده حضرتك باللي في رجلك وتنزلي على دماغه. يعني انا بستغرب ان هو حتى لو هي مش بكر وقالت على نفسها بكر، انتهى شرعا حتى. لكن انا كتير بيجولي في العياده، انا الحقيقه برفض تماما ان انا اشترك في المهزله دي. اصل هو عايز يتاكد، اصله برضه من حقه. طب هو من حقه، طب انت هتتاكدي ازاي؟ مش هزار. ما هو اصل ربنا سبحانه وتعالى عدل ما بين الذكر والانثى. تمام. تاني حاجه انا بمسكه هو بقى بقول لك ايه، انت ما سمعتش عن بنت متعدده العلاقات جدا 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 ومحافظه على بكرتها؟ تتبسط؟ يعني لو هي من النوع ده تنبسط؟ ايه ده؟ طب دي اعرفها ازاي؟ اهو شوفي بقى كمان هو سكته بقى. مش هتعرفها، مش هتعرفها خالص على فكره، خالص. تمام. ده مش بس كده، ده حتى لو عندها، يعني لو هي محتفظه ببكرتها وبالغشاء، الغشاء نفسه ممكن يكون مطاطي. وعلى فكره تقريبا 37 38% قرب 40% من حوض المتوسط البنات غشائهم مطاطي. يبقى مش هتعرف خالص خالص. في الصعيد يعني في كتير من قرى الصعيد بيعملوا حاجه لطيفه جدا، ان هم عارفين ان المساله فيها قطع رقاب وفيها قتل وفيها جرائم وفيها كده يعني، فبيعملوا حاجه لطيفه جدا. اتعلموا، ما هو كل حاجه بقى بالتعليم، اتعلموا ان هم يعملوا بروسيجر كده. يعني اقول ولا ما اقولوش؟ لا مش هقوله عشان لو في حد فيكم من الصعيد ما يعرفش. المهم يعني ان هي البنت تنزف anyway، يعني غشائها ايا كان نوعه، لا في الدخله هتنزف، وحاجه في منتهى البدائيه. تمام. يعني اذا احنا بنحب يضحك علينا، لا حول ولا قوه الا بالله، بنحب الالتفاف حوالين الحقائق. مش معقول يعني، مش معقول نحب نموت في اللي يكذب علينا. خلاص فاين. لكن لا دين ولا شرع ولا علم ولا اي حاجه بتقول كده. امال بتقول ايه؟ بتقول يبقى في حميميه. طبعا اللي انا بقوله ده اكيد مش يعني ما يتفهمش ان هو دعوه للرذيله اطلاقا، ولكن ان احنا من يعني الغشاء البكاره ده من الحاجات اللي احنا مسكنا فيها، او ان احنا بمعنى اصح الفناها ومسكنا فيها وصدقناها وبدانا كمان يعني نمارس المعلومه. يعني زي بالظبط لما تبقي قاعده كده على البلاج وعملتي بيت رمل، وبعدين بداتي تفكري بقى طب مين هيعملوا الديكور؟ طب اعلق البلتكنات ازاي؟ طب اجيب ستاير شكلها ايه؟ اللي هو في ايه؟ اصحي، ده انت اللي لسه عاملاه بايدك، ده رمل. فاحنا عملنا كده بالظبط. وتيجي بقى لا في قرآن ولا في سنة ولا صحابة ولا تابعين ولا سير ولا أي حاجة جابت سيرة خالص حكاية نزيف البكارة أو نزيف ليلة الزفاف ولا الكلام الفارغ ده إطلاقا. وتحدى، ولا نص، ولا نص خالص، ولا نص. أيوة أبكارا زي ما هم يقولوا إن هم البنات. وبعدين ده كان على وصف أهل الجنة، أهل الجنة. هو إيه البكرة ده؟ مش غشاء بكرة أصلا. يلا خد دي بقى. والله خالص، ده حاجة، ده بقايا التحام الجزء الداخلي في الجسم بالجزء الخارجي. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي دي اللي ما بين ما بين الناحيتين، لأن احنا أصلا وشنا كان نصين والتحم، واللي فوق هنا، واللي هي الحاجز الانفي. كل ده بالظبط 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 وضعه هو زي وضع غشاء البكر، ان هو حاجه التحمت ببعضها ودي بقاياها، بقايا الالتحام. لكن ملوش علاقه بالبكر، احنا اللي سميناه كده، مش ذنبه خالص، والله العظيم ما ذنبه. والله ده انا حاسه انه هيقتص مننا يوم القيامه، يعني اقتصاص فظيع والله العظيم.
يعني حاجه غريبه يعني. تمام. فاذا احنا هنا بنلاقي الحميميه. شوفوا يعني حتى الناس اللي هم حتى لو اجسام بعيده عن بعضها، يعني بصوا حتى دول يعني بيرقصوا مع بعض وبعيد عن بعض، بس بصوا النظره مختلفه، مش زي الاصحاب العاديين. اذا هي دي العلاقه المتكامله، هو دي العلاقه الوحيده اللي ربنا سماها ميثاق ايه؟ غليظ. مفيش علاقه تانية في ميثاق كتير قوي، خلاص، مواثيق كتيره جدا، لكن هي الغليظ هو ده. ليه؟ عشان فيه ما ليس في اي علاقه اخرى. يعني حتى كشف العورات بعد البلوغ يحرم، يحرم مش ممنوع، محرم، حتى ما بين البنت وامها، ما بين البنت وابوها، ما بين الولد وامه، الولد وابوه، محرم. فاذا المساله فيها حاجات سبيشال مش موجوده في اي علاقه اخرى. تمام. اذا افضل سيناريو هو ايه في الموضوع؟ يعني اكيد افضل سيناريو ان هو الزوجات والازواج يكونوا اقرب الاصدقاء، بس بقى ايه يكونوا قد الصداقه دي. ما يبقاش الزوج يعني كده افضل لزوجته بحاجاته ويلاقيها بعد بكره نص البلد عارفاها. فدي من الحاجات على فكره اللي بتجرح بشكل فظيع وبتشرخ العلاقه بشكل رهيب. ما تبقاش هي مثلا قالوا على حاجه وتلاقي حماتها بتسالها عنها بعدها بيومين، عملتي ايه في المش عارف ايه؟ حاجه بتبقى برضو سيئه جدا جدا جدا. فاذا السيناريوهات اللطيفه او اي حاجه سعيده في الحياه او اي حاجه كويسه، اي حاجه كويسه ليها ثمن بديهيا. اي حاجه كويسه في الحياه ليها ثمن. ثمن السعاده الزوجيه هي ندي الصداقه حقها. طبعا يبقى في صداقه يعني ونديها حقها، نديها حقها. على فكره الواحد ساعات بيبقى تعبان وهو ماسك السر، ماشي، ما هو عشان لازم نتعب علشان خاطر نبقى احسن. ما ينفعش ان احنا نبقى يعني مش قد الكلام ده، لا من ناحيه الزوج ولا من ناحيه الزوجه. لازم يبقوا مدام خلاص يعني هو صاحبها وهي صاحبته، يبقى مش محتاجين ان هم يطلعوا الحاجات الانتمت لدايره اكبر. في دوائر بتبقى اكبر سنه، فممكن هما الاثنين بالاتفاق او بعدم الممانعه ان هما يطلعوا مثلا كم معلومه للدايره اللي اكبر سنه، لكن ما يبقاش حاجه متفق ان هي تفضل بينهم ونبص نلاقيها ايه في الشارع. دي من الحاجات اللي هي بتهدد العلاقه تهديد شديد، بل بتزلزل العلاقه زلزال شديد جدا جدا. شكرا لحسن استماعكم، واحنا عاوزين دايما الازواج والزوجات يبقى زي الاثنين دول كده. خلاص. اللي عنده اسئله طبعا يتفضل. اتفضل. هل العلاقه تبدا صداقه ولا تبدا جواز صالونات ولا تبدا حسب الظروف، انه الافضل؟ حسب الظروف. ما في علاقات جواز صالونات بينجح جدا 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 وبيستمر من فتره طويله وبيعيش عمر ومنهم اجدادهم، تجارب شفناها بعينينا. وفي علاقه صداقه وبتفشل فورا. ايه الاسباب؟ هي الحقوق والواجبات، هي مسألة كلها تبقى مسألة حقوق وواجبات. في حد بينكر حق الآخر وحد بيؤدي حق الآخر ببساطة شديدة جدا، خلاص. وفي حد بيحترم حق الآخر وحق لا يحترم إلا حق نفسه، وحد لا يحترم إلا حق نفسه، وبالتالي لازم ده طبعا يبوظ. هي الفكرة كلها دايما بقول حتى للي عندي في العيادة أو حتى لأولادي أو حتى لأصدقائي، العلاقة الزوجية هي كفتين ميزان، لازم لو حطيت هنا أحط هنا، لازم لو خدت أدي. ده بيحضرني تفسير الإمام ابن عباس، عبد الله بن عباس، من أشد الناس في تفسيراته. يعني هو مثلا من الناس اللي بيفرضوا النقاب، بيقول لك ده فرض مثلا. أنا بقول لك يعني قد إيه هو كان متشدد. يعني جه بقى في تفسيره بيتكلم على آية في القرآن في سورة البقرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بيقول لك هو في تفسيره مكتوب كده وراجعوا عليه، يقول لك لقد وضعتني هذه الآية في مأزق، فأنا لا أطلب من زوجتي إلا ما أستطيع أن أؤديه لها. دول الناس اللي فاهمة بقى،
خلاص. مش اللي يجي بقى بالليل ويقول لها قومي حضري لي العشاء. ايوه ليه؟ يعني اتكتعت ولا ولا اتكسحت ولا عملت ايه؟ ما تروح انت تحضر العشاء. يبقى هنا فين الموده والرحمه؟ قول لي بالله عليك، ده حتى لو كانوا بيدوبوا في بعض قبل الجواز وهو بدأ يعملها بالطريقه دي، او هي مثلا كل ما تشوف حاجه جديده فلانه جابت مش عارف، وعدى عليا الكلام ده. واحده بتقول لي انا 5 من صحباتي جابوا التنس بريسلت الالماس بتاعت مش عارف مين لما طلعوها ايه ب$30,000 بس، مستخسرهم فيا. يا ابني اجيب لك عروسه يا ابني. فهي ودي ايه بقى؟ كانت قصه حب ملتهبه ومش عارف ايه. ما هي هو دلوقتي مش مساله فلوسي، حتى لو يقدر هو مش واصله ان هي حريصه عليه، هو واصله ان هي عايزه تستغله. فيعني طب سيبيه هو اللي هو مثلا يقول لك ايه، طب ايه مش عارف، يقول له والله شفت مش عارف مين كانت لابسه ايه بتاع ايه حلوه قوي بس ربنا يبارك لها، يعني مفيش يعني كده يعني تنكشه. لكن لما تبقى طول الوقت تقول له انت مش سائل فيا وشوف مش عارف مين بيجيب ايه وانت مش عارف ايه، طب انت ليه دايما تحسين ان هو صغير؟ ما هو ده طبعا مفيش اي علاقه هتستقيم برضو بالطريقه دي. فهي المساله هات وخد في العلاقه الزوجيه مهم جدا، بس هات وخد نمره 1 تبقى مشاعر، تبقى حرص، تبقى احتواء، ما تبقاش ابدا فلوس ولا حقوق وواجبات. والحقوق والواجبات مش حسب قانون كل شخص، لان كل شخص فينا ممكن يحط قانونه الشخصي. خلاص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. تيجي بقى تقول طب انت بناء على ايه بتعمل كده؟ اذا كان الرسول عمل كذا، ده كان الرسول. ايوه ما هو عمل كده عشان انت تعمل كده على فكره. يعني هو احنا عرفنا ده، طب ايه الحكمه ان احنا عرفنا؟ حد سمع عن سيدنا عيسى كان عامل ازاي في بيته؟ حد عارف هو اتجوز ولا لا؟ لحد النهارده ما حدش عارف هو اتجوز ولا لا، صح؟ حد عارف سيدنا موسى كان بيعامل مراته ازاي؟ طيب ليه وصل لنا احنا السيره دي وما وصلناش الناس دول؟ عشان نعمل زيهم، عشان نعمل زيه زي الرسول عليه السلام. دي مساله مش اوبشن، المساله دي ان احنا لازم نعمل زيه. وهو كان اصعب بكتير انه يعمل كده، لانه كان في مجتمع كان بيعتبر الست دي مجرد يعني جاموسه بتحمل وتولد وتخلف وخادمه تطبخ وتعمل، وكمان ده كتر خيره لو سابها ما وقدهاش يعني. فتخيل حد طالع في المجتمع ده بدأ ان هو يبوس مراته في الرايحه وفي الجايه، وبدأ يخش يحضر معاها الاكل ويكنس الدار ويخيط توبه، وبدأ يقول لها تعالي نتفرج على بتوع الحراب، يعني زي بلغه النهارده مثلا يدخلها سينما او مسرح. خلاص. وتسند على كتفه وخدها على خده قدام الناس. انتوا متخيلين كان حاجه بريك ثرو، يعني كانت حاجه اعتراض فظيع 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 على الواقع، انتوا متخيلين كان زلزله للواقع البدوي. تمام. فنيجي النهارده نقول لها لا انا ما دام قلت كده، يعني لسه واحده بتكلمني من كام يوم تقول لي منعني عن اختي عزلت جنبي، قال لها قسما بالله لو دخلت لك بيت ما تبقي على ذمتي. هو حد قال لك انك انت ده من حقك اصلا؟ هو من حقه فقط ما يعني ما ياخدش غيره الرجل او ما ياخدش يعني شرف الرجل، ان هو مثلا لو ابن خالتها عزل جنبها وحلف عليها كده ما يخشش وانت لوحدك ماشي، لكن اختها ما تخشش وانا قافل على اولادي انا مش عايزهم يختلطوا بخالتهم. مين قال لك اصلا ده من حقك شرعا؟ فاهمين قصدي؟ فهي الفكره ان الواحد لما بيطلع بره بقى نطاق الشرع ويعمل بقى هيز اون رولز، يعني اللي خلاص بقى قوانينه الخاصه، الامور ما بتظبطش. زي بره هم عملوا قوانينهم الخاصه بس بتشدد، يعني لا افراط ولا تفريط. هم عملوه بتفريط ان هو بقى اتس اوكي ان هم يعيشوا مع بعض من غير جواز، فالحكايه بقت ميغه، وبقت اللي هو الانوانتد تشيلدرن دي واطفال الشوارع هناك حاجه فظيعه جدا، وبقت الامراض بقت جباره فخرجت بره ايديهم. تمام. ده عشان برضو عملوا قوانينهم. دلوقتي مثلا عملوا جواز الشواذ، فدلوقتي بيروحوا 97% بيروحوا لدكاتره نفسيين وبيقول لهم انتوا مالكوش علاج. عملوا مثلا تقنين لبيوت الدعاره، فتعبوا نفسهم زياده فحطوا قوانين زياده للضبط الصحي وبداوا يعالجوا الناس من تداعيات الكلام ده، وبيعملوا لهم زي كورسات توعيه وكده، وفي الاخر وصلوا الى انه abstinence is the best، يعني الواحد يتوقف عن الجنس لغايه لما يتجوز. ده في كل المدارس الثانوي هناك، وبيوزعوا لهم بريسلتس. انا ولادي بيتعلموا في كندا وكانوا في مدرسه ثانوي، بيوزعوا لهم بريسلتس كده غوايش بلاستيك محفوره، بيقول لك if he loves you he will wait for you.
لو بيحبك هيستناكي. يعني بيقننوا او بيأصلوا عند البنات وعند الولاد، وهو عند الولاد بيقول لك if she loves you she will wait for you. يعني بيأصلوا عندهم انه العلاقه الجسديه ده مش وقتها خالص، لو بتحبوا بعض استنوا لما يبقى الوقت الصح ولما يبقى الكوميتمنت الصح. في اسئله تانية؟ بتسأل الاحتياج الجسدي عند الرجل أعلى، وبالتالي طب ازاي هيدي عاطفة؟ زي ما الاحتياج العاطفي أكتر عند الست تقدر تدي جسد. ده اللي بقول إن هو ربنا ده تحكم في جوارحنا. يعني هو ما يعني يقدر يقول لها بحبك ووحشتيني وإيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي ويغزلها شوية، خلاص شكرا تمام. وهو في الاول ممكن ما يبقاش حاسس، بس بعد كده لو عود نفسه على كده. فكرتيني ببحث عمله واحد دكتور امريكاني كان مارج كونسلر، يعني كان هو او كابل كونسلر، يعني كان عنده يعني بيعمل يشتغل في مساله الارشاد الزوجي. فعمل حاجه لطيفه جدا. قال لك ايه بقى لذيذ جدا كده. جاب الناس اللي عندهم مشاكل زوجيه، هو كل اللي زوره كده، فجاب الرجاله لوحدهم عالجهم بطريقه والستات عالجهم بطريقه. جاب الرجاله وقعد يخليهم يحضروا يعني سيشنز، وقال لهم الواجب بتاعكم، الديفوار بتاعكم، الهوم ورك بتاعكم، كنتوا كل واحد يروح النهارده ولمده 10 ايام يقف 5 دقائق ورا بعض 3 مرات في اليوم، يبص في المرايه ويتخيل يشوف نفسه شكله ايه وهو بيقول لمراته انا بحبك. خلاص، انا بحبك، انا بحبك فيك، انا بحبك، انا بحبك حقيقي، مش عارف، انا بحبك، مش جايه، مش حاسس بتاع. مهم قالوا لهم ومحدش يقول لي مش عارف، ومحدش يقول لي مش عايز، ومحدش يقول لي ما عنديش وقت، مش شغلي، كل واحد يتصرف. كانوا موزع عليهم زي استبيان كده في اول الدراسه، ان هو كل واحد يقيس بيحب مراته كام في المية. ماشي، كلهم كانوا تحت ال10%. خلاص، بعد ما خلصوا الكورس ده ل5 دقايق 3 مرات في اليوم، ماشي، 10 ايام، راحوا له كلهم بيحبوا مراتهم اكتر من 90%. ده لسه ما راحوش ناحيه مراتاتهم، لسه ما شافوهمش. على الجانب الاخر جاب الستات بتوع نفس الرجاله، وقال لهم نفس التمرين، بس هم طبعا عزلهم، يعني قال لهم ما حدش يقول لحد هو بيعمل ايه، وكل واحده برضو تبص في المرايه لوحدها وتقول له انا برغبك، انا عايزه اشاركك في الجنس، انا عايزه اعمل معاك علاقه، اللي هو مش عايزه وده حقيقي يعني حصل، بس لا، او قالوا لهم انتوا تتجاوزوا ده وتقولوه بصدق وتقولوه كانك بتمثلي وكانك هتاخدي جايزه تمثيل. وطبعا له طريقته، كان هو راجل فظيع، مش فاكره اسمه ايه، متهيألي جاك نيكلسون، بيترسون، حاجه زي كده يعني. نيكلسون ده لا، ده ممثل. بيترسون حاجه في الاخر سون كده. المهم يعني في الاخر الستات بيقولوا احنا حاسين ان الرغبه الجنسيه عندنا يعني اتشعللت جدا جدا، وفعلا عاوزين نرجع بيوتنا ونرجع لبعضنا علشان نعمل ده. في الوقت ده عمل لهم جروب ثيرابي سيشن كده، يعني كلاس كبير، وقعدهم كلهم فيه، وقالوا دلوقتي انا هخلي كل كابل منكم ياخد ركن ويتكلم من غير ما اي حد يسمعه. خلاص، وكل واحد يقول هو يعني يقول للتاني هو عايز يقول له ايه بعد السيشنز دي. فهم كل الرجال قالوا لمراتاتهم قد ايه احنا بنحبكم وافتقدناكم، كل الستات قالت انا قد ايه برغبك وعايزه ان احنا ننفذ الموضوع ده ونعمل كده. فهي القصه كلها انه دي بقى بتنفذ الايه وجعلنا بينهم موده ورحمه. هي موجوده بس بتتغطى بحاجات، مش بنمارس المعلومه. انتوا عارفين مثلا ما تبقي عندك حاجه مركونه وما استعملتيهاش، فتبداي تاخدي بقى تلمعيها وتعمليها وتشيلي التراب من عليها وتحطيها في مكان كويس بقى، وتبداي تعملي لها علبه. الكلام ده هيخليها تعيش كتير. لكن هي سواء كده او كده هي موجوده، بس موجوده مهمله ولا موجوده متظبطه، هي دي الفكره. الا ما رحم ربك. بتقول الراجل مش عاطفي بطبعه،
دي الغالبيه العظمى. الاستثناء الراجل العاطفي اللي هو عمال يقول كلام لطيف واسوم العاشق، يعني اسوم الحساس، عارفه ازاي؟ دي نسبه موجوده، بس مش دي القاعده. والست الشهوانيه برضو موجوده، بس مش دي القاعده. اتفضلي. اه طبعا. ليه؟ ليه؟ هي بتقول ان الراجل عنده عشان يعني شهوة الجسد عالية، فممكن بقى لو شاف واحدة اجمل من مراته يروح لها. لا، هو ده الراجل الحيوان، يعني فاهمة؟ الراجل اللي هو غلب حيوانيته. انا مش قصدي اشتم والله العظيم. والله ما قصدي اشتم. انا قصدي الراجل اللي غلبت عليه حيوانيته، يعني اصل احنا الانسان حيوان متكلم، فاهمين ازاي؟ فالرجل اللي غلبت عليه حيوانيته. ايه الفرق بين الحيوان والانسان بالمناسبة يعني؟ العقل. فاذا في العقل ده يعني ايه؟ يعني هيحوشوا عن الغلط والحرام، خلاص. والحيوان مفيش حاجه هتحوشه عن الغلط والحرام. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، الفرق برضو بين الانسان والحيوان ايه؟ العاطفه. الحيوانات اللي عندها عواطف قليله جدا، وحتى اللي عندها عواطف ناحيه زي مثلا كلاب والقطط عندهم عواطف ناحيه البني ادمين، لكن مش من ناحيه البارتنرز بتوعهم قوي، الا بعض الاصناف من الحيوانات زي مثلا الدولفينز، الكلاب. مش كلهم، فصائل معينه من الكلاب، خلاص. برضو فصائل معينه من القطط، لكن مش ده القاطبه، مش كلها يعني. لا، الاسود لا خالص. يعني المهم، يعني ما علينا. فالمهم ان هو الراجل اللي بينتمي لزوجته عاطفيا وليها رصيد عنده، بيبتدي الشهوه حتى لو لحت عليه ساعات بيقدم ويجي ينفذ. لا، لان هو باي ديفولت التمبلت بتاعته او القالب اللي هو نشأ عليه انه هو الشهوه دي عند مع الحب، يعني ميكست مع بعض. ودي برضو من ضمن حكم تحريم الزنا قبل الجواز. يعني ليه؟ علشان ما تبقاش المسألة منفصلة عن العاطفة، لأنه برضو الواحد لو ربى في نفسه إن دي منفصلة عن دي، فبالتالي مش هيقدر إن هم يعني يلمهم بسهولة، وهيتعب أكتر في مقاومة العلاقات الأخرى. فاهمة إزاي؟ لكن لو هي من الأول عمل زي ما ربنا قال وعف نفسه لغاية لما يتزوج، بيبقى في الآخر دي مرتبطة بالست دي، مرتبطة بالعاطفة دي، مرتبطة بالإحساس ده، فبتبقى المسألة صحية جدا جدا. وده انا بسمعه بودني، يعني في مثلا بيبقى كابل الدنيا ناجحه جدا جدا، وتحصل اي نازله كده من نوازل العلاقه الزوجيه، فيبتدي يقول لي ايه، تصدقي يا دكتوره انا حاولت كده ابص للستات، وحاولت كده اشتهي، وحاولت اتفرج على افلام مش مظبوطه، قرفت، مش عارف اشوف غيرها، مش عارف اشوف حد تاني في المكانه دي. فاهمه ازاي؟ بالرغم ان هو يعني كان منفصل عنها فتره وشهوته بتلح عليه، بس لا، جه عند حاجه واتصد. ليه؟ لان هي النشأة بتاعته كانت صحيه، كانت مظبوطه. لا، دي مش هنتكلم فيها خالص، دي هتفتح باب كبير قوي قوي. اتفضلي اتفضل. انا ما اعرفهاش، انت اللي تعرفها. هقول لك حاجه ببساطه شديده جدا تبدا. لا، ما انا بقول لك ازاي دي انتوا اللي تعرفوها ودوروا عليها، اقعد معاها قول لها احنا عايزين نبقى اصحاب. فاهم قصدي؟ احنا على فكره احنا بنقعد نقول الكلام ده، طب ليه بنقول الكلام ده هنا ومش على ارض الواقع؟ قول لها احنا عايزين نبقى اصحاب، على فكره انا بحبك، على فكره ما اقدرش استغنى عنك. يعني ربما الكلام ده عمرها ما سمعته. والله ده انت عماد، والله العظيم ده احنا من غيرك كلنا هنروح في 60 داهيه، حتى لو هم مختلفين. انت عارفه ان ده هيقرب بينهم، لان هم هيبداوا. انت عارفه ليه هم مختلفين؟ لان كل واحد بيطلع اللي جواه بشكل دروبش، بشكل حتف طوب. كل واحد عايز يثبت ان هو له دور في الحياه دي، انا مهمه، لانها ما بتسمعش كلمه انت مهمه. لكن لو حد طول الوقت قال لها انت مهمه وانت من غيرك كذا وبتاع، هتبقى حاسس مبسوط باللي انا بعمله، يبقى اعمل زياده. هتتخلق طبعا، على فكره المشاعر دي believe it or not اسهل حاجه تتخلق هي المشاعر، اسهل حاجه سواء ايجابيه او سلبيه. يعني عارفه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه، ده الذي بينك وبينه ايه؟ عداوه، مش اختلاف. يعني اللي يقدر يبدا
انت حبيبتي، انت حبيبي، انت جميل، انت ما حصلتش، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، انت هتعكس النهارده، ده انت مز قوي، ده انت مش عارف ايه، يا بختي بيك، مش عارف. سو وات، ايوه ابدأيها تمثيل لغايه اما تصدقي انت. مش احنا بنقول انت، احنا اللي متفرجين بنصدق. احنا ليه بنفصل الامور عن بعضها؟ اتفضل. طبعا كل ما ان شاء الله حتى تعمل لك ميه سخنه، لو غلت ميه اقول لها تسلم ايدك جميله والله، ده من ايديكي بقى زي السكر، ايه المشكله؟ يا تعالى، وايه اللي يمنعك؟ ما ده انا تعالى امسكها من العكس بقى، ليه لا؟ بالظبط كده، يبقى نعود نفسنا. طب والرسول عليه السلام اتربى على كده؟ اتربى على ايه الرسول؟ اتربى على وقت البنات وبقى بيدلع بناته. اتربى ان الست دي ملهاش اي لازمه في الحياه وبقى بيدلع مراته ويبوسها في الرايحه وفي الجايه. والله انا مش عارفه انهي راجل ده. لان هو لو بصينا بقى كمان، يعني احنا لو شغلنا علينا وبصينا مثلا في الراجل اللي بيحرم بنته انه ياخدها في حضنه، البنت دي اول حمار هيقول لها بحبك هتروح تقع فيه وتعمل معاه حاجات حرام كمان. تمام، يعني زي بالظبط كده. يا قليلة الادب، ابوكي 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 يا سفله. بالظبط. فبقول لك يعني احنا كل واحد بيتولد يعني بافتة بيضة، خلاص. اي حاجة هتتحط هتعلم، اي حاجة هتتحط هتعلم. تمام. انت عارفة ان هو في ثقافات برضو في جوه مصر، في ثقافات ان الام ما ينفعش تقلع طرحتها قدام ابنها لما يكبر. ده في واحدة متجوزة وعيالها بقوا شباب كده ما تقدرش تقعد جنب جوزها قدام ابوها، تتكسف عشان عيب، عشان هيصغر لها ابوها، هيصغر لها. فاهمين ازاي؟ فيعني حاجات كتيره جدا. فعشان كده الاضمن ايه الثابت طول العمر وطول الوقت؟ اللي ربنا قاله. لكن لو دخلنا في الحاجات اللي الناس قالوها مش هنخلص، لان هو كل واحد ده انت هتلاقي جيرانك بيقولوا كلام غير اللي في بيتكم. خلاص، هتلاقي لو عديتي الكوبري ورحتي حي شعبي شويه هتلاقي كلام تاني خالص. غوطتي شويه في الفلاحين، بحري حاجه وقبلي حاجه وجوه حاجه وبره حاجه والمدينه حاجه، يا نهار اسود. طب وبعدين تمام، كل واحد بقى بمزاجه. طب لو سافرنا بره يبقى نقلع مالطو ونقعد بالبيكيني على البلاج، ولو دخلنا شاطئ توبلس نقعد توبلس، ولو شاطئ عراه نقعد عراه. ما احنا لو كده بقى، لو هنتغير هنتكيف بالمحيط، يبقى هتبقى المصيبه بقى الكبيره. لكن هو الواحد لازم يعمل لنفسه المنهج، واضمن منهج هو اللي ربنا قاله. تمام، يمشي بقى بيه في كل حته هينفع، والله العظيم هينفع. يشوفوا النهارده احنا جبنا سيره كام حاجه علميه ولقيناها في القرآن، ولقيناها في السنة، ولقيناها في الصحابة، ولقيناها موجود، والله موجود. بتعلم فيه لغاية لما يبتدي يفهم ويدرك ويفرق. غيري نفسك بقى. أنا نشأت مثلا في بيت، أنا بابايا ربنا يرحمه ويحسن إليه توفى لسه من شهرين. بس والدتي من عيله بقى نصها اتراك ونصها بشوات ونصها حركات. خدتي بالك ازاي؟ وعندهم ان اللي تلبس طرحه دي تبقى خدامه. يعني انا شفت بهدله يعني من كل قرايب مامتي. يا نهار احوس، وانا مش عارفاكي من الخدامه، ايه اللي انت عاملاه ده؟ طب وايه ده ليه وانت صغيره كده؟ ما لسه بدري، اما تبقي تجوزي ولادك. انا كنت لسه عروسه، اما تبقي تخلفي وتجوزي ولادك. فاهمين ازاي؟ فدي ثقافة. طب أنا أتعامل إزاي بقى؟ أعمل إيه؟ أسمع كلامها؟ فاهمة إزاي؟ أنا لغاية أنا كنت بدافع عن وجهة نظر دي جدا 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 لغاية مثلا ثانوية عامة. ما ده اللي أنا نشأت عليه. بس أدركت وفهمت وبدأت أحضر دروس وبدأت أقرأ. لا، دي عالم ضايعة. أنا مامتي اتحجبت بعديها ب6 سنين. بعديها ب6 سنين. حتى أنا قلت لها يا طنط ما هي ماما أهي. قالت لي ماما كبرت اتجوزت ولادها. ده بجد، هو ده انت مصدقه؟ انت مصدقه ان ده قانون؟ يعني فاهمين قصدي؟ يبقى غلطتها، يبقى هيعيش طول عمره تعيس او هتعيش طول عمرها تعيسه.
محاوله 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 محاوله، جهاد 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 جهاد، زي اي حاجه. فاهمه قصدي؟ لان احنا على فكره، ما احنا انتوا اوعوا تفتكروا ان في حاجه اللي انا بقول ده عمره ما كان بزراير. ما كل ده بال كده ده تعب، ده جهاد، ده فظيع، ده جهاد فظيع. هو انت بريئه لدرجه انك فاكره ان في خروجه من غير شيشه؟ قصدي سوري، انت عبيطه لدرجه انك انت فاكره ان في خروجه من غير شيشه؟ انا فاهمه. بصي انا هقول لك حاجه، عارفه في رد بسيط قوي. طب يعني طب قولي لو انت متضايق من حاجه، على فكره انت ممكن تقولها بطريقه الطف من كده. قولي طب بصي، لا انا ما احبش ان حد يعلق عليكي، وبالذات لو زمايلك، حاولي تتجنبي الحكايه دي، حاولي بتردي عليه رد يبين له انك انت مش مبسوطه. لو قلتها لي بالطريقه دي هتبقى يعني مثمره اكتر بكتير، وانا فعلا هبقى اخد بالي وكده اهو. وهو يقول لك ايه يا ستي معلش، هي يعني مره في الاسبوع مش هيجرى حاجه، مش عارف ايه، فاهمه ازاي؟ ما هو دي بقى بصي برضو تاني، المرونه مسؤوليه كل واحد فينا. لسه بنقول ايه؟ قبول الاخر، قبول الاخر، لان الاخر لا يمكن يبقى زيك. خدي بالك، ما في اتنين متجوزين جايين من قارتين مختلفتين، مش هقولك من بيتين مختلفتين، من قارتين مختلفتين. طب هيعملوا ايه؟ هما لازم يلاقوا لنفسهم منطقه مشتركه، ويبتدوا ينحوا الحته اللي فيها اختلافات علشان تو جيت along، يعني زي ما بيقولوا، يعني ان هما لا ممكن طبعا يبطلوا يحبوا بعض لو هم قرروا كده، لو هم قرروا يحبسوا نفسهم في حته الاختلاف. فاهمه ازاي؟ فدايما الواحد اصلا اي علاقه انت عايزاها تستمر مع اي بني ادم، تجنبي حته الاختلاف وخليكي في الحته المشتركه اللي بينك وبينه. معلش هناخد اخر سؤال لان انا تعبت، معلش اتفضل. قول لها لا ازاي، طبعا ده انت عقلك فوق راسي، انا والله عايزه اعرف رايك، طب قولي لي. ما انت ممكن كل حاجه ممكن تنقلب. هي دي الفكره، طريقه وعلى فكره يعني السنسيريتي او الاخلاص في المساله فعلا بيفرق، فعلا بيوصل للي قدامك انك انت مخلص في مشاعرك ولا لا، انك انت قد الكلام بتقوله ولا لا، انك انت بتقول لها الكلام ده فعلا عشان تاخد يعني تعديها كده وعشان تاخد على قد عقلها ولا لا. فاهم ازاي؟ فهي المهم ان هو يعني الخلاصه يعني ان التواصل والصداقه ده شيء مهم جدا جدا جدا، وان العلاقه الزوجيه هي بتحط الايه المربع الاخير في اللوحه اللي ناقصه، علشان ما يبقاش حد يعني له عذر ولا له حجه ان هو ما يبقاش صاحب الطرف الاخر. والكلام ده مش سهل ومش بينشأ بين يوم وليلة، ولا بينشأ ما بين بسدوس على زرار، لا ده لازم يتبني، لازم يتبني، ولازم ان هو الواحد يوصل ثقته للتاني، فالتاني هيوصله ثقته، ده هيتعب عشان يعمل كده وده هيتعب عشان يعمل كده، بس في الاخر هيبقى التعب لطيف، هيبقى كل واحد مبسوط ان هو بيتعب عشان التاني، لانه بيحس ان هو بياخد الريورد، بياخد الثمن ده، او بياخد المردود ده فورا وطول الوقت. حتى لو زعلانين هيبقى دايما في حبل ود دخن كده ما بينهم وبين بعض، يخليهم عايزين بسرعه يرجعوا اصحاب، لان الصداقه حاجه مرضيه وحاجه جميله وحاجه مغذيه للروح جدا. فمن اولى بالصداقه من اتنين مكتوبين على بعض وعايشين مع بعض ودايمين مع بعض العمر كله. ما اعتقدش ان في حاجه احسن من كده في الدنيا. شكرا لحسن استماعكم، اشوفكم الشهر الجاي ان شاء الله مع ندوه اخرى. السلام عليكم.